السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي عباره على كوردون بلو. فايته دايره معكم هاد الوصفه هذه، دايره معكم الكوردون غولي، وبزاف الناس كانوا كيطلبوا مني اخصان فيسبوك باش ندير معاهم الكوردون بلو بحال اللي كيتباع في الزنقه تماما، ويكون ما ماشي هذاك اللي ملوي، يكون هذا اللي بحال هكا. ولبيت الطلب ديالكم. قبل ما ندوزو للطريقه ومقادير، بغيت نقول لكم لاول مره كيشوف لا فيديو ديالي، معكم جيهان من قناه ديري سي فاسيل سهل وسريع. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا لا فيديو تشاركوا معنا في القناه بالضغط على زر ديال الاشتراك سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ان شاء الله. هنا عندي نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج اللي طحنته بوحدي في الدار، شريته وغسلته مزيان وطحنته. درت عليه طحنته في الهشوار. درت عليه هنايا معلقه صغيره عامره ديال البزار، ديال الملحه، ديال الثومه غبره والبصله غبره. هذه هي العطريه بوحدها اللي استعملت فيه. بالنسبه للملحه حاولوا ما ديروش معلقه كامله عامره بزاف، ديروها ممسوحه. صافي هنا كنخلط هادشي كامل مزيان حتى غادي نجهز ليا هذاك العطريه مع هذاك الصدر ديالي ديال الدجاج اللي طحنته. انا ما كنبغيش نشري هكا الكفته ديال الدجاج ولا ديال لاداند مطحونه، كيف ما تقدروا انكم ديروا حتى لاداند، كنشريها كنغسلها وديك الساعه كنطحنها وكنخدم بها. هنا خديت بلاستيكه، دهنت يديا بواحد شويه ديال الزيت، خديت هنا واحد شويه من هذاك الخليط ديال اللحم بالعطريه، كنديرو هكا وسط بلاستيكه جوج ولا وحده وكنخدم بها، كنتنيها هكا على جوج، كنسرح هكا بالدلاك باش نحصل على واحد السمك اللي هو رقيق. هنا كيف ما كتشوفوا عندي شرائح ديال الديك الرومي المدخن لادان فومي، وعندي هنا شرائح ديال الفرomاج ساندويتش. انا هنايا عندي ديال الشيدار، تقدروا نتوما تستعملوا اللي متوفر عندكم، هو ديال الشيدار صراحه كيجي زوين. هنا وريتكم السمك قداش تقريبا. صافي هنا كتشوفوا غادي نحط هذيك الشريحه ديالي ديال لادان فومي. تقدروا هنا تستعملوا حتى ديال البزار الا كنتو عايزين لكم يكون عندكم حار. صافي وهنايا غادي نحط عليه هذاك الفرomاج ديال الساندويتش، وغادي نتني هذاك الجهه الاخرى ديال داك اللحم ديالي او الدجاج ديالي. صافي وكنسد هكا عليه من الجنيبات، كنلصقهم بحال هكا غير بصبعي. صافي وكناخذ واحد الموس وكنقطع هذاك الزائد. هانتوما قطعت هذاك الزائد اللي داير بها، وغادي ناخذها وغادي نقاد لها هكا الجناب ديالها غير بيديا، ما يبقاوش هكاك مشنتفين. صافي وغادي نحطها في واحد البلاطو ولا صفيحه اللي غادي ندخلها من بعد للمجمد. صافي هنا غادي ندوز نصايب معكم واحده اخرى باش تشوفوا مزيان الطريقه كي كندير ليها. ومن مورا ما نصيب معكم واحده اخرى، غنصيب معكم عاوتاني شكل واحد اخر كيف ما باش تستعملوا هذا الكوردون بلو بزاف ديال الاطباق ديالكم اليوميه. هنا تقدروا تستعملوه مع سلطه، تقدروا تستعملوه في اطباق ديالكم ديال الغداء العشاء على حسب شنو بغيتو. وهاد الطريقه الاخرى اللي غادي نوريكم باش تعمروا به لي بورغر، باش كيفاش تعمروا به لي ميني بورغر، ولا تقدروا نفس الطريقه تستعملوها لي بورغر الكبار. صافي هنا غادي نسرح مزيان هذاك الدجاج ديالي باش نحصل على واحد السمك اللي هو رقيق. بالنسبه للطريقه ديال الكوردون بلو غولي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوا. بالنسبه للناس بزاف كيبغيو هذاك الكوردون بلو يجي هكاك على شكل حلزوني، كيعجب بزاف الدراري الصغار. صافي هنا حطيت عاوتاني شريحه ديال لادان فومي، وحطيت فوق منها شريحه ديال الفرomاج ديال ساندويتش بالشيدار. هنا راه حاولت نقاد الكاميرا مزيان باش تبان لكم الطريقه. صافي تنيت عاوتاني هذاك الجهه الاخرى ديال اللحم وهنايا ديال الدجاج، وهنايا كناخذ واحد الطريفه الجهه اللي بقات عريانه، وكنحاول نزديها هكاك غير بيديا كنلصقها مع بعضياتها. صافي وكنحيد هذاك الزائد عاوتاني من الجناب، وغادي نعاود نقاد هذاك جنيبات باش ما يبقاوش هكاك مشنتفين، وغادي نحطها فوق الصفيحه اللي غادي ندخلها المجمد. وغادي نعاود نسرح عاوتاني
كميه اخرى من الدجاج باش غادي نوريكم كيفاش ديروا لهادوك لي ميني برغر بلوتو العماره ديال لي ميني برغر بالكوردون بلو. وان شاء الله شي نهار غنشارك معكم شي بلاطو ديال المملحات يكونوا فيه هاد لي ميني برغر معمرين بهاد الكوردون بلو. هنا خديت كيف ما شوني سرحت هذاك الدجاج ديالي بنفس الصوب اللي كنسرح به من الاول، وخديت هذا القطاع هذا الصغيور، هو اصغر قطاع كيكون في هذا السيري هذا ديال هاد القطاعات المدورين، وخديت شريحه ديال لادان فومي وكنقطع هكا منها هاد الدوارات هادو. صافي هنايا هاد الجهه اللي كتبقى ليا هكاك ناقصه كندير معها واحده اخرى وكنحاول نقطع هكا، واخا كيجيوني جوج نصوصه ماشي مشكل لحقاش راه كيكونوا لداخل ما كيكونوش باينين، كيكون مسدود عليهم بالدجاج. صافي ونفس القضيه غنديرها الفرماج ساندويتش. غادي ناخذ هذاك الفرماج ديال الساندويتش وغادي نحلو وغادي نقطع به بنفس القطاع وغنحطو فوق ملادات فومي. بالنسبه لهذوك الزوائد اللي كتشوفوا حيدوا ليا ديال هذا الفومي ولا ديال الفرماج راه ما كيضيعوش، راه كنعاود نعمر بهم وحده اللي كتكون كبيره باش كنجمعهم. صافي وهنايا غادي ندير داك غنغطي عليهم بداك الدجاج. هنا كيف ما كتشوفوا حيت عاوتاني هذاك الطريف ديال الدجاج وزدتو على هذيك الجهه اللي بقات عندي عريانه وهكا كنلصق فيها غير بيديا وكنبدا نقطع باش كنقاد هذاك الزائد كنحيدو وكتبقى ليا غير هذيك الدواره ديالي كنقادها بيديا. انا رفيت دايره معكم عجينه ديال لي برغر ومصايبه لي ميني برغر، غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف اللي بالنسبه لي مازال ما شافهمش وبغى يدخل يشوفهم. هادو انا كنديرهم هكا وكنخليهم عندي في المجمد فاش كيكون عندي الوقت كنديرهم بالزيت وكندير حتى العبارات ديال البرغر كبير وكنديرهم في المجمد. لقيت اللي بغيتهم كنجبدهم كنلقاهم موجودين. تقدروا تصايبوا حتى كميه كبيره 2 كيلو 3 كيلو ديال الدجاج وتخليهم هكا في الكونجيلاتور. كيسهل عليكم الامر في بلاصه ما تشريوهم كتلقاوهم موجودين عندكم في الثلاجه كتجبدوهم وكتقليوهم. معليم ان الثمن ديالهم راه غالي، راه كنشريو الكيلو ب 100 درهم الكوردون بلو، الوغ راه الثمن اللي هو غالي وما كيكونش صراحه فيه بزاف ديال الحبات. الوغ كيكون فيه 3 4 ديال الحبات كيلو وهو كيطيح رخيص. ها نتوما شفتوا المكونات ديالو بساط. هنا الكميه خرجت لي 3 ديال هاد الكبارين و5 ديال هاد الصغيورين ديال الميني برغر ووحده متوسطه. انا هنا راه درتهم واحد ثلث ساعه في الفريغو وخرجتهم باش يجيوني ساهلين في لابانيور. صافي هنايا درت لهم لابانيور ديالهم درتهم في الطحين وغنحيد ليهم ديك الكميه الزايده ديال الطحين وغادي نعاود نديرهم في البيض وموراها غادي نحطهم في لا شابلور. الشابلور هنايا انا استعملت هذه اللي مصيباها في الدار، تقدروا الا بغيتو تشريو هذيك كتكون غليظه شويه كتباع في المتاجر الكبرى والاسواق تقدروا تاخذوها. وكاينه اللي كتكون منسمه فيها العطريه كتكون فيها الاعشاب كيف فيها الربيع الثومه وعلى حسب الذوق ديالكم. انا هذه شابلور عاديه مصوباها انا في الدار هي اللي كنخدم بها غالبا. صافي هنا كندير جناب ديالو كاملين وكنحطهم عندي هكا في ديك الصفيحه باش نعاود ندخلهم للكونجيلاتور. هنا في هذه المرحله هذه كتستفوهم كتدخلوهم للكونجيلاتور. الا كنتو مصايبين كميه كثيره وبغيتو تحتفظوا بها كتحتفظوا بها في مورا ما كتجمد كتحتفظوا بهم في اكياس بلاستيكيه ولا في دي بواط هكا. الوقيته اللي بغيتو كتحلوا البواطه ولا البلاستيكيه وكتجبدوا غير القياس اللي بغيتو بلا ما تحتاجوا انكم ديكونجليو الكميه كامله. صافي هنا الصغار بنفس الطريقه حتى هما كنديرهم في الطحين في البيض وكنعاود نديرهم في الشابلور. والصراحه المذاق ديالهم فاش كتصايبوهم في الدار كيجي حسن بزاف من الا شريتوهم من برا. صافي غنسالي الكميه اللي عندي وغادي نرجع معكم. هنا غادي نقليه معكم. شوفوا كيجا الكوردون بلو ديالي هنا سخنت الزيت ودرتو على ونقصتو سخنتو مزيان ونقصتو وعاد حطيت فيه الكوردون بلو ديالي باش يتفرغ. هنا انا راه خليت لكم الصوت باش تشوفوا القرمشه
تسمعوا القرمشه كي دايره. اذا راه كيجي مقرمش كيجي زوين بزاف. هنا كنقلب واش تحمر ليا ولا مازال. هنا هذاك الطريف صغيور اللي تقطع عليا هزه بالفورشيط كندير فيه لابانيغ حتى هو قليته. هنا رافقتهم بواحد شويه ديال لي بات بلا صوص بلونش بالشامبينيون والفرomاج والرقوق مسلوق مع الصوص ديالو. لا صوص كندير فيها غير شويه ديال زيت العود مع شويه البزار والملحه وكنخلطهم مزيان وكنحطهم مع الخوخ. صراحه كيجيو زوينين بزاف. وتا هاد لي بات غنخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف فايتا صيبتهم معكم. صراحه كيجيو رائعين بزاف وبزاف الناس كيذوقوهم عندي وكيحماقوا عليهم كيسولوني على الوصفه ديالهم. اصلا هاد لي بات بلاصه شامبينيون كيجيو رائعين. صافي هنا قطعت معكم. شوفوا الكوردون ديالي كيجي من الداخل كيجي طيب كيجي رائع. داك الفرماج فاش كيذوب فيه كيجي زوين. هنا راه مازال سخون ما بغيتش نقرب ليه بيديا وانتما كتشوفوا البخار مازال طالع منه. هنا كنحل نوريكم ديك لا دان فومي والفرomاج. هنا كاين اللي كيبغي يدير جوج شرائح ديال لا دان فومي ولا جوج شرائح ديال الفرماج كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا درت اللي هو معتاد كيدار هو شريحه من لا دان فومي وشريحه من الفرomاج. غادي نقطع معكم القطعه الثانيه حتى هي تشوفوها. هانتوما هنا كيجي رائع. شوفوا هذاك الفرomاج كيجي دايب وزوين. فاسمعكم الخير ديال الفيديو. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتخليوا لي كومونتير بزاف ولي جيم صراحه كيشجعوني وكيعاونوا الفيديو انه يطلع ويبان عند ناس اخرين. بسلام عليكم. الفيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.